هاي. النهارده هنتكلم في موضوع جديد. موضوع النهارده ازاي نكون افضل نسخه من نفسينا، او ازاي نوصل لكده، وليه لما بنعوز نتغير اوقات كتير قوي ناس بتجرب وما بتنفعش وما بتتغيرش وبيبقى نفس النسخه اللي هي عليها. بس الاول قبل ما ندخل في الموضوع عايزه اتكلم عن نقطتين. الاول، ولازم نفهم ان اول حاجه ان الشخص اللي احنا بنشوفه بيرفكت قوي بالنسبه لنا وناجح في حياته وشاطر وتحفه والناس كلها بتنبهر بيه، الشخص ده هو ما نامش صحي بقى كده. الشخص ده تعب في حياته كتير قوي عشان يبقى كده، او هو عدى بوقت ما كان هو اللي بيتعب وهو بس اللي شايف التعب ده. بس اللي بعد ما يعني بعد فترة كويسة، مثلا نقول 6 شهور مثلا، بان لك انت بقى الشخص ده بقى احسن نسخة عليها اللي انت شايفها دلوقتي، اللي هي عجبك جدا وبرفكت قوي والناس كلها منبهرة بيه وكل الناس عايزة. في شخص كده لما بيبقى في مكان كل الناس عايزة تكلمه، كل الناس عايزة تقعد معاه. ليه؟ عشان هو اللي صنع نفسه الجو ده. تمام. تاني حاجة ان احنا لما بنشوف شخص بيرفكت قوي وعجبنا قوي الشخص ده، احنا مش المفروض عشان نتغير وبقى يبقى في دماغنا بقى التغيير، مش المفروض اخد الشخص ده كوبي وعايزاه ابقى انا. كل حاجه هو بيعملها انا عايزه ابقى عملها. مفيش حاجه اسمها كده، لان لازم نفهم ان التربيه مش هي المبادئ مختلفه، والبيئه كمان مختلفه، وكل حاجه مختلفه. انت الظرف ممكن ظرف واحد حصل له هو اللي خلاه يبدا بالتغيير ويبقى تغيير جذري، انه يوصل للنسخه اللي هو عليها، ان هو ناجح وشاطر وزي الفل في كل حاجه. تمام. فاحنا بيعجبنا حاجه في شخص، بناخد الحاجه الواحده دي ونكتبها من ضمن الحاجات اللي احنا هنغيرها. ما بنكتبش حياة الشخص كلها ونقول انا عايزه بقى عليها، لان انت لما هتعمل كده اصلا مش هتحس بالتغيير، وهتحس جدا جدا ان انت تايه ومشوش، وهترجع تاني نفس النسخه برضو، لان ده مش انا، واخترت حياه وظروف ناس تانية ابقى انا عليها، وفاكر ان انت تبقى مثلا زي الشخص ده او مركز الاهتمام، او ان انت الناس هتبقى منبهره برضو بيك كده. انت مش هتكمل اصلا وهتتعب، لان انت بقى دور مش دورك، وان لازم انا اللي اصنع الجو وانا اللي اصنع شخصيتي، مش هاخدها من حد كوبي كده، شخص اخده منه كوبي وابقى انا. احنا بناخد صفة او اتنين عجبانا في اي حد ونحطها في التغيير او في الخطة بتاعتنا اللي احنا نتغير اصلا عليها. تمام. ندخل في الموضوع بقى. التغيير بيبتدي ازاي؟ اول حاجة لازم اكون انا بكتب وقاعدة مع نفسي كده وبكتب ايه الحاجات قوي 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 اللي انا بحبها فيا، ايه الحاجات اللي انا مش بحبها، ايه الحاجات اللي انا مبسوطة ان انا موجودة فيا او انا بعملها، وايه الحاجات كمان اللي انا مش بعملها وعايزة ابقى اعملها او عايزة اضيفها في حياتي اللي هي تخليني نسخة افضل. تمام. انا مثلا هفترض ان انا مثلا شاطرة قوي 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 في كذا في الشغل، شاطرة كمان ان انا مثلا اسمع الناس، شاطرة كمان ان كذا اي حاجة بقى. تمام. كل واحد مع نفسه وهيعمل كده، وساعتها هنشوف بقى الفرق بين الحاجتين. حاجة تانية برضو، انا مثلا هنا مش بعرف مثلا ان انا اسمع الناس، ما عنديش طاقة كده ان انا اتكلم، على طول مكتئب على طول متضايق. دي مثلا الحاجات اللي انت عايز تغيرها. مثلا انت ما بتسمعش، مثلا انت ما بتحاولش تطور من نفسك. كل دي حاجات انت هتضيفها. مثلا ان احنا هنبدا بقى فيها، يبقى احنا بنكتب عادات جديده. من ضمن العادات الجديده دي مثلا انا عايزه العب رياضه اهتم بصحتي، ان انا مثلا عايزه اخد كورس معين انا بقالي كتير قوي باجله وما باخدوش مثلا يعني. واللي بيخلينا ما نعملش كده ان احنا بنكتب الكلام بس. يعني انا ممكن اقوم اعمل دلوقتي كده، تمام، وبعد كده خلاص اقفل الكشكول اللي كتبت فيه وارمي الورقه في مكتبي وخلاص كده هتغير ان شاء الله. مش هتتغير ولا حاجه، انت هتبقى انت نفس الشخص، خلي بالك. فالورقه اللي انت كتبت فيها هترميها في الدرج وتنساها وخلاص كده. هو الكلام مش هيحصل لوحده. تمام. فاحط الحاجه بقى في الفعل، بمعنى ان انا كتبت الحاجه دي فاخطط، فابدا بقى اشتغل على الحاجه دي واحده واحده. فكره بقى ان احنا بناخد مثلا ال10 عادات الجداد اللي انا هضيفهم في حياتي، ومن بكره الصبح هبهركم، هبدا بقى بيهم كلهم مره واحده في يوم واحد، وتاني يوم هكذا، وتالت يوم هكذا. لو كملت شهر بنفس العادات دي كل يوم يبقى قابلني، لان انت اصلا اولا ما اديتش لمخك كده ان انا هبدا بعاده جديده، ولا فهمت مخك ان انا مثلا بكره الصبح هعمل كذا. ما فهمتش كده. انت مره واحده صحيت الصبح فاجئت نفسك وفاجئت جسمك فاجئت دماغك ان انت مره واحده هتحصل تغيير كده في اليوم كله، وبتعمل حاجات كتير قوي ان انت مش متعود عليها. فطبيعي جدا 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 لو عملت كده يومين 3 مش هتكمل بجد يعني، لان انا مره واحده كده صدمت نفسي.
تمام. اول حاجه قوي مهمه قوي قبل ما ابدا في اي حاجه، في اي عاده، في اي حاجه خالص، انا بكتب انا ليه عايزه اتغير، ويكون عندي اسباب واضحه ومقتنعه بيها واقنع بيها نفسي. ولو الاسباب دي من ضمنها ان انا مثلا اقول هتغير عشان اعجب فلان، هتغير عشان اتقبل في شغل معين، هتغير عشان الناس، هتغير عشان خاطر اهلي، كل الكلام ده مش هيخليك تتغير، وهترجع تقف في النص ومش هتكمل، لان انت مش متغير عشان نفسك، ومش مقتنع انك تتغير عشان انا عايزه اتغير من جوايا. انت بتتغير عشان خاطر اللي حواليك، او عشان شخص معين، او عشان حاجه معينه، فاول ما بتوصل لها هترجع تاني نفس الحاجه لو انت وصلت لها اصلا. فانا بتغير عشان عايزه اتغير من جوايا، وبقنع نفسي بكده، بيكون عندي اسباب واضحه جدا، عشان اول ما اقف في النص اجيب بقى الورقه بتاعتي انا ليه عايزه اتغير، اكتب كذا 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 انا كاتبهم، يبقى انا عايزه اتغير عشان كده وكده، فبفكر مخي بالحاجات دي، فبنرجع نكمل تاني في طريقنا للتغيير، او ان احنا نبقى افضل نسخه من نفسنا بالعادات اللي احنا حاطينها او الحاجات اللي احنا هنضيفها في حياتنا. عشان نكمل بقى، ما ينفعش بقى ايه الصبح كده نفاجئ نفسنا بالحاجات اللي احنا قلنا عليها ان احنا هنعملها. امال ازاي؟ انا دلوقتي اخترت ان انا اول عادتين مثلا هبدا بيهم، فاروح عامله ايه، كاتبه النهارده هاخد العاده دي والعاده دي، تمام، وباخد الحاجات دي وبعمل كده زي كل يوم مثلا ايام الاسبوع، مثلا هبتدي بالعاده دي 15 يوم بس او شهر، هاخد حاجتين وهشتغل عليهم طول الشهر ده، كل يوم بعمل تشيك، او كل يوم بعمل علامه صح على الحاجه اللي انا بعملها لمده شهر. ساعتها هيكون العاده فعلا ثبتت، او خلاص انت اتعودت، بقت حاجه روتينيه، اللي هو لما توصل ان انت بتعمل حاجه دي روتين ومش مجبور عليه، او ان انت بتقنع نفسك بالعافيه، فكده هتكون انت ثبتت العاده دي. فابدا بقى اخش في حاجه تانية، ادخل واتعلم فيها، او اضيفها في تاني في الجدول بتاعي بتاع مثلا الشهر الجديد او الايام الجايه، تمام. مش اصحى الصبح اقوم اعمل كلهم وفي الاخر ما اسبوع التزم وبعد كده بنرجع نرمي كل الحاجات دي تاني، ولا تغيير ولا اي حاجه، يلا نقعد زي ما احنا كده. في حاجه بقى مهمه قوي برضو، ان احنا ما بنفاجئش وبنقولش لكل الناس ان انا يا جماعه النهارده صحيت من النوم انا هتغير، انتظروني هبهركم. انت لا هتبهر لنفسك ولا هتتغير ولا اي حاجه. ليه؟ لان انت اصلا لسه بتثبت واحده واحده، ولسه بتبتدي واحده واحده، ومش كل الناس اصلا هتقتنع بالكلام، فممكن حد يحبطك، ممكن حد يضايقك بالكلام، عادي هيشجعوك يوم اتنين. فانت لو انت بقى بادئ اصلا عشان الناس تشجعك، فانت اوكي مش هتكمل برضه. فانا ما بقولش لحد ان انا هبدا اتغير، ان هما مش هيشوفوا التغيير من اول عاده، او من اول مثلا حاجتين ثبتهم وبقيت بعملهم كل يوم. هما يشوفوا التغيير بعد مثلا 3 شهور 4 شهور، تبقى شخص بيرفكت قوي. فالناس مش هتلاحظ التغيير غير بعد 3 شهور 4 شهور، بعد ما تعمل كذا حاجه بقى تكون فعلا بقى بتستمر عليهم. ولما تيجي يوم تكسل، افتكر ان انت لما بتروح شغلك، حتى لو انت مش عايز تروح، انت بتجبر نفسك عشان عارف ان في حاجه في الاخر مقابل هتاخده، الراتب بتاعك مثلا. عارف ان انت مثلا لما روحتش دروسك مش هتفهم، فمش هتنجح، مش هتذاكر ازاي وانت مش فاهم. فكل حاجه بقى احنا حاطين لها سبب، عشان لما نيجي في النص ما نعملهاش نرجع للسبب الرئيسي اللي خلانا نبدا اصلا فيها. تمام كده نكون خلصنا الخلاصه كلها بتاعه الموضوع. اتمنى تكونوا فهمتوا النقطه اللي عايزه اوصلها، والحاجات اللي انا عايزه اقولها، ان بجد مفيش حد هيتغير غير لما يكون حاطط في دماغه ومركز قوي قوي على حاجاته وحياته. ولو انت مش مركز جوه حياتك ونفسك والحاجات اللي المفروض تطورها، صدقني ايا كان سمعت فيديوهات قد ايه او قرأت حاجات قد ايه، مش هتتغير غير لما تكون انت اللي عايز تتغير عشان نفسك. باي.